السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعيني الكرام في قناة سامح نيوز. إليكم أخبار الأهلي السعودي، لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى المدير الفني للنادي الأهلي السعودي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للتعاقد مع أحد اللاعبين من الدوري المصري. وأوضحت التقارير أن النادي الأهلي السعودي يسعى إلى التعاقد مع لاعب نادي سيراميكا المصري النيجيري جون إيبوكا خلال الانتقالات الشتوية الجارية. ودخل الأهلي السعودي في منافسة مع الزمالك المصري الذي يستهدف الحصول على خدمات اللاعب النيجيري جون إيبوكا، بعدما حددت إدارة ناديه مبلغا بقيمة 2 مليون دولار للسماح له بالرحيل. وفي سياق آخر، ينتظر النادي الأهلي السعودي رد مجلس إدارة نادي النصر السعودي بشأن الحصول على خدمات حارس مرمى الفريق نواف العقيدي. وعلم سبورت 24 أن النصر السعودي ينتظر الاجتماع مع اللاعب بعد العودة من المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي للاجتماع معه قبل الرد على عرض النادي الأهلي السعودي.